ده محمد ابو العينين. انا بقلب على التيك توك شفت ليه فيديو بعربيه بوجاتي شيرون بيعدي ثمنها المليون ونص دولار تقريبا، وهنا انا اكتشفت ان استثمارات ابو العينين مش واقفه بس على السيراميك. تعال اوريك. محمد ابو العينين بدأ بدايه متوسطه سنه 1974 وهو عنده 23 سنه، وهنا محمد يقرر يسافر على ليبيا عشان يأسس شركه براس مال بسيط، والشركه دي كانت قايمه على التواصل مع منتجين السيراميك وغيرها على مستوى العالم، بحيث ان هو يبقى الوكيل ليهم عشان يبيع منتجاتهم في ليبيا. وفي 3 سنين ينجح نجاح كويس جدا عشان يرجع لمصر سنه 1976 عشان يقرر يأسس شركه في بورسعيد عشان يبدأ تجاره دوليه بين مصر واوروبا. وهنا تيجي سنه 1979 ودي كانت بدايته بعد ما رفض موضوع الاستيراد والتصدير وبدأ في الصناعه المحليه، وهنا ينشئ اول مصنع للسيراميك في مصر وافريقيا، وده كان في العاشر من رمضان. وبعد كده يزيد من مصنع لاثنين ولثلاثه ويتعدد بشكل كبير جدا عشان يستحوذ على 60% من السوق المصري، وكمان يبقى ثالث اكبر شركه لصناعه السيراميك في العالم وتوزع على اكتر من 100 دوله حوالين العالم. وهنا بعد ما يعتبر قفل لعبه السيراميك يلفت نظره مجال تاني ويبص لشرق العوينات والنوباريه والعاشر من رمضان عشان يقرر يأسس كليوباترا للتنميه الزراعيه، ودي كان تحتها عدد كبير جدا من الاراضي. وبعد كده يقرر انه لازم يدخل مجال التكنولوجيا، وعشان كده يأسس كليوباترا سيليكون فالي، وده يعتبر اول واكبر مصنع على المستوى الاقليمي للالكترونيات. وما يقفش ابو العينين هنا وبس، ده كمان يبص على المجالات التانية عشان يختار، واول مجال يختاره هو السياحه، عشان كده يأسس كليوباترا للتنميه السياحيه سواء بقى على البحر المتوسط او مشروع كرسي وزر على البحر الاحمر. ده يعتبر مجمع سياحي متكامل على البحر الاحمر، وهذا الازدياد الكبير جدا في السكان اللي كان في مصر اتجه ابو العينين للقطاع البنائي والعمران ويأسس كليوباترا للتنميه العقاريه، وكل ده يشتغل مع بعضه عشان توصل ثروته لاكتر من 4 مليار جنيه، وده لسنه 2019. وبس كده، لو انت عجبك الفيديو فولو لايك وشير وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وما تنساش تقول ما شاء الله وقول لي اتكلم عن ثروه مين تاني. سلام.